الوزير المحترم وزير الرياضه السيد العمري فاروق، مساء الانوار. مساء الخير يا كابتن مدحت، الله يخليك يا رب تكون بخير. يا رب دايما احنا وانتوا وان شاء الله والشعب المصري كله. الاجتماع خلص يا عمرو بيه؟ لسه حالا الحمد لله. طب يلا طمنا بقى. والله ان شاء الله تم الحقيقه يمكن تجهيز بيان كامل هيطلع المفروض خلال دقائق هيذاع ان شاء الله بمشيئه الله. الانطلاق بطوله الدوري العام ان شاء الله يوم 1/2. نعم. زي ما تم الاتفاق مع الحقيقه الاتحاد المصري لكره القدم، والحقيقه كانوا حاضرين لجنه الشباب والرياضه في مجلس الشورى، طبعا في حضور معالي وزير الداخليه ان شاء الله باذن الله رب العالمين، وننطلق ببطوله الدوري باذن الله السنه دي ان شاء الله. يا رب مليون مبروك يا عمرو بيه. الله ولا استطيع اطلاقا الا لابد ان افيك حقك امام الملايين بمجهودك الجبار في السكه دي، يعني حتى تعود المياه الى مجاريها مره ثانيه. والله يا كابتن احنا راعينا كل الظروف وكل الاوضاع وتحركنا في كل الاتجاهات، واتمنى بقى من الشارع المصري كله يتكاتف الحقيقه، لان بلدنا محتاجه واقتصادنا محتاج وشغلنا محتاج، والحياه يعني تعود لطبيعتها والناس تبدا تتحرك بشكل ايجابي. اعتقد يعني احنا لو رصدت بكره ان شاء الله، انا في رايي الشخصي ان بعد اعلان البيان انا احب ان انت ترصد مؤشر البورصه بكره ممكن يبقى عامل ازاي بالزبط. او الوضع العام او تنشر بشكل ده، يعني اعتقد هيكون ليها مردود ايجابي على الاقتصاد المصري، لان الشعب المصري كله عايز ينطلق ببطوله الدوري العام. صحيح والحمد لله. والحقيقه بشكر معالي وزير الداخليه الحقيقه، لانه من اول لحظه يمكن انا اكدت قبل كده ان الحقيقه هو عايز يرجع الدوري العام وعايز ينطلق ببطوله الدوري العام. ولما قلنا 17/9 كنا رايحين لدوت، ولما الظروف هي اللي اتحركت معانا نتيجه ظروف الاوضاع السياسيه بشكل عام، انما هو الحقيقه من اول لحظه هو داعم لوزاره الرياضه، ومن اول لحظه بينسق معانا. يمكن لو الناس متابعه ده يمكن سابع اجتماع ما بين وزاره الرياضه ووزاره الداخليه، فبشكره الحقيقه وبتمنى له وكل رجاله المحترمين ان شاء الله باذن الله التوفيق، وربنا يقدرهم على حمايه مصر دايما يا رب العالمين، وهم داعمين هم الحقيقه والقوات المسلحه. وبشكر معالي وزير الدفاع الحقيقه نعم دعموا لينا الحقيقه واعطاء وتجديد الملاعب الخاصه بالقوات المسلحه. اعتقد الدوله يعني بترسل رساله للشارع المصري ان التكاتف في كل الاتجاهات، وان الوزارات بلا اسوار، وان الوزارات كلها بتتحرك في مصلحه الشارع المصري ومصلحه الاقتصاد المصري. هل كان في حد من الساده مساعدي الوزير او مساعدي اول الوزير كانوا موجودين في طبعا والكل متفق؟ طبعا كله موجود، مساعدين الوزير ومساعدين وزاره الرياضه وكلاء الوزاره، الناس الحقيقه والاتحاد المصري لكره القدم ولجنه الشباب والرياضه الحقيقه كانوا موجودين. اعتقد كل الحوار كان هدفه مصلحه مصر ومصلحه البلاد، وكله رايح لدعم الاقتصاد المصري ودعم الحاله الوطنيه في الشارع المصري. صحيح. يا رب بالتوفيق يا رب. وبشكرك على مجهودك معانا يا كابتن مدحت، وبشكرك على كل الاعلاميين الحقيقه اللي اجتهدوا خلال الفتره اللي جايه اللي فاتت على عوده الدوري العام، لانه بالنسبه لنا كانت نقطه مهمه جدا، لانه بيدعم كل الالعاب الرياضيه وبيدعم الانديه، واعتقد ده هيفرق كتير جدا في طرح مناقصه البث الفضائي لاتحاد الكوره، هيفرق كتير جدا طبعا. يمكن كل الحاجات دي يعني سبحان الله، يمكن وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يمكن التاخير الخاص بالقراصه خلال الفتره اللي فاتت دلوقتي يعني يجيب ارقام اكتر وافضل مش في صالحنا الكلام ده، بس ماشي. والله يا كابتن مدحت احنا بنتكلم لصالح البلد. طبعًا يعني اللي انا طبعا انا بضحك إن سبحان الله التاخير بيبقى الناس ساعات رصداه بشكل، انما ربنا بيبقى له حكم الحقيقه، فربنا يوفق ان شاء الله باذن الله رب العالمين. هل على سيره كراسه الشروط المزايده هل تم التغيير فيها اي حاجه يا عمرو بيه ولا هي زي ما في بعض البنود تم تغييرها، بس الحقيقه هم هيجيبوها لنا بكره. اوكي. تم الاتفاق على هيجي لنا بكره ان شاء الله التعديلات بناء على الاتفاق مع الاتحاد المصري لكره القدم. طب ما نقدرش نعرف اهم التعديلات دي؟ لا، حاجات يعني داخليه في المكاتبات وفي الصيغ الحقيقه، لان احنا حابين ان تكون الامور يعني فيها وضوح رؤيه كامله، فخليني اشوف التعديلات هم عملوها بنفس رؤيه وزاره الرياضه ولا لا. كان في بعض النقطتين لينا ملحظات عليهم. هم الحقيقه خدوا الكلام ده وبرضه بيدرسوه. هيجي لنا بكره، يمكن الحوار كان مع جمال بيه علام ان شاء الله الموضوع بكره هتجي لنا.
ان شاء الله باذن الله. مره تانية بكرر لك شكر يا عمرو بيه وشكر الملايين اكيد لمجهوداتك، وان شاء الله يبقى موسم عظيم وجميل ومستقر يا رب. بوعي الدنيا كلها ان شاء الله يا رب، ويكون بالنسبه لنا درس قاسي. ايوه نتعلمنا منه ونتنقل لمرحله جديده، وان شاء الله باذن الله رب العالمين. برضو الحقيقه المحاكمه يبقى يوم 26/1 وتبقى فيها وضوح ويبقى فيها شفافيه ويبقى فيها حق الناس، وان ما حدش يتظلم من الناس اللي موجوده، وان الناس تاخد حقها، وان الشهداء ياخدوا حقهم. يعني يبقى في كل الاتجاهات. يعني انا لا اتمنى ان حد يظلم من الناس اللي مقبوض عليها، وما اتمناش ان حد يصدر دمه وما ياخدش حقه من اسر الشهداء. يعني يبقى حكم القضاء هو عنوان العدل. يا عمرو بيسامح حضرتك، بقول لحضرتك يبقى حكم المحكمة هو عنوان العدالة. طيب يعني هو ربما هو في العربية أكيد لسه مخلص. أنا بشكره مرة تانية شكرا جزيلا على هذه البشرة. الراجل لسه نازل من الوزارة في عربيته طازة الآن، وفي خلال دقائق بيان سيصدر من وزارة الداخلية خطاب رسمي. هو بيان رسمي بقى خطاب رسمي خلاص. بيان رسمي على صفحة وزارة الداخلية يعني بيان رسمي، يعني خطاب رسمي، وتروح على طول الخطاب. بدأ طابور الخير من السيد وزير الدفاع، عشان ندي كل واحد حقه. طابور الخير بدأ من السيد وزير الدفاع، ان الراجل قال انتوا ايه مشكلتكم ملاعب؟ اتفضلوا على ملاعب القوات المسلحة. الراجل فتح ملاعبه على مصراعيه، وبياخد الليلة جوه بيته، ودي حاجة مش بسيطة. لكن إيمانه بالمولى سبحانه وتعالى أولا، ثم إيمانه بشباب مصر الواعي اللي يعلم ان هو من خلال هذا